أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست الترند بيقول إيه. النهاردة هنبدأها من نص الحريق من قلب السنترال ولع. الناس نزلت بوستات وشير وميمز ولايف والدنيا اتقلبت. كل الناس كانت بتسأل إزاي سنترال رمسيس يتحرق وإحنا لسه فاتحين النت؟ والحقيقة السؤال ده أهم من مليون بوست عليه هاشتاج. النت وقع، مفيش تحويلات، الاتصالات ماتت. بس الغريب إنك بتقرأ الكلام ده أونلاين. الناس اللي بتقول النت وقع بيكتبوا من على الفيسبوك وبيعملوا شير من على التيك توك وبيحكوا عن اللي حصل لايف من موبايلاتهم. ده يخليك تسأل سؤال أكبر، لو السنترال اتحرق فعلا ليه إحنا لسه على الشبكة؟ أيوة، سنترال رمسيس مهم وفعلا اتحرق، لكن البلد مش عايشة على كابل واحد ولا سيرفر فوق سطح بيت في وسط البلد. الحقيقة إن مصر بقالها كام سنة بتبني تحت رجلك وإنت مش واخد بالك. العاصمة الإدارية فيها داتا سنتر عالمي بيشغل خدمات الحكومة الذكية والذكاء الاصطناعي وكل اللي فوق الأرض من تحت الأرض. الشروق فيها مركز احتياطي بيشيل الخدمة لو حصل انهيار. العين السخنة فيها مركز بيانات حكومي ضخم بيخدم الدولة كلها. وحتى القاهرة فيها مراكز مؤمنة باسم شروق 2 وكلها شغالة. كل ده محدش بيصوره، مفيش بوستات ولا سيلفي قدام الراوتر. بس لما الدنيا ولعت المراكز دي اشتغلت من غير ما تنزل بوستات، أو يمكن ما كانتش فاضية تنزل ستوري عشان كانت مركزة في حاجة واحدة بس، مركزة إنك ما تقعش. وخلي بالك من الكلمة دي قوي. في تصريح رسمي بيقول إن الحكومة وقعت اتفاق ب$135 مليون مع أورنج إيجيبت لبناء وتشغيل مركز بيانات بالعاصمة الجديدة على أعلى مستوى دولي. وده مش تصريح هزار، ده اللي وقف البلد على رجليها وقت الحريق. الداتا سنتر ده مش سيرفر والسلام، ده بنية تحتية رقمية عاملينها عشان اليوم ده. لولا الداتا سنتر كنا رجعنا لعصر الحمام الزاجل والمكاتيب، والراوتر كان زمانه مرمي في قفة. الناس كانت فاكرة إن سنترال رمسيس هو قلب الشبكة، بس الحقيقة القلب الحقيقي كان شغال وبيدق ومحدش حس بيه. أنا عارفة إن النت فارق معاك ومعانا كلنا، بس اسمع مني، الداتا سنتر اشتغل سايلنت من غير ما يعمل بوستات ومن غير ما ينزل ميمز. اشتغل وسابك تكمل، والدليل إنك دلوقتي قاعد بتسمع الحلقة دي. مش انت سامعني برضو؟ ودي كانت حلقة من بودكاست الترند بيقول ايه. كانت معاكم حبيبة جمال والكرياتيف بروديوسر محمد جلال. لو النت قطع ما تقلقش، احنا عندنا باك اب. نشوفكم الحلقة الجاية.